خير. معنا عبد الله ابن عبد الرحمن الصميط ابن الدكتور عبد الرحمن الصميط. عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحك بكل خير وأقر أعيننا وأعينكم بشفاء الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصميط. عزيزي عبد الله، بس كرما وفضلا لو يعني أعطيتنا كذا ملخص لحالة الوالد، نسأل الله أن يمن عليه بالشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الوالد الله يحفظه دخل البارح وامس الفجر المستشفى على اساس انه كان في عجز كلوي كامل، ومن ثم بعد العجز الكلوي ارتفع البوتاسيوم عنده فتوقف القلب، وبعدها ادخل عنايه مركزه وعمل له انعاش، والحمد لله استقرت حالته على الاجهزه، أجهزة التنفس الصناعي والبطاريات القلب. وإلى أمس في الليل كانت حالته في تحسن طفيف جدا الحمد لله. واليوم الصبح نبشركم أنه كان في استجابة للأدوية، بدأ يفتح عينه ويحرك عينه وبدأ يحرك يده الحمد لله. والآن إن شاء الله يبدون معه بالغسيل الكلوي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليه الصحة والعافية. يا رب، اللهم آمين اللهم آمين. نحن يعني سعداء جدا بهذا الخبر، ونسأل الله عز وجل أن يتمم العافية على الدكتور عبد الرحمن، ونحن نعلم يقينا أن ما تنقلته يعني مو آلاف، يمكن تصل إلى ملايين الرسائل عن يعني صحة الشيخ وإشاعة الخبر. نسأل الله أن يغفر لمن أشاع الخبر. هذا دليل محبة ودليل تقدير، والواجب علينا الدعاء، ونسأل الله عز وجل يعني أن يكتب لكم الأجر أخ عبد الرحمن وأخوك صهيب والإخوة جميعا. وتحياتنا وتحيات المشاهدين جميعا وضيفنا أيضا في الاستوديو للدكتور عبد الرحمن. الله خير، وبس نطلب من الأخوان خالص الدعاء، لأن يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم دعاء الأخوان كان إن شاء الله اللهم لك الخير إن شاء الله. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. خالص الدعاء، جزاكم الله خير. اللهم آمين. جزاك الله خير يا أخ عبد الله، وأكرمك على هذا الاتصال، وعذرا إن كنا أشغلناك معنا، كتب الله لك الأجر.